إذا مشاهدي موقع طنجاوي، سلام الله عليكم. إذا أمامكم مجهودات لا زالت تبذل. ما عرفتش دوز شويه انا التريتوار اذا امامكم هذه المحطه ديال الوقود. غير تذكير هذا الشارع هذا هو اللي كيربط الطريق اللي كتربط ما بين القصر الكبير وطبعا مدينه العرائش. هذا الشارع هذا اللي اذا امامكم القوات المسلحه الملكيه. اذا مشاهدي موقع طنجاوي، نحاول نخبركم بان هذه الطريق هذه هي اللي كتربط ما بين قصر الكبير والمدينه ديال العرائش، واللي طبعا تقطعات من جهه ديال العرايش. اذا هذا المكان حنا اللي واقفين فيه كانت الوقايه المدنيه كتحاول تخرج المواطنين بديك القوارب في هذا المكان. الان المنسوب ديال المياه تراجع كيف ما كتشوفوا. هذا المكان هذا كان من الصعب الوصول اليه. امامكم فين كاينه ديك السياره اللي كتشوفوا بغيتا كان الماء كامل الواحد اكثر من نص متر كثر، وزيد يعني كنزيدوا حتى القدام. يعني كان من الصعب اننا نوصلوا لهذا المكان. الان المنسوب ديال المياه تراجع، ولكن ربما غادي يكون اطلاق ديال السد. ربما يكونوا شي طلقات اللي غادي يزيد يرتفع المنسوب ديال المياه، وهذا الشيء طبعا باش يحاولوا يهيئوا شويه السد استقبال الامطار اللي متوقع انها تكون غدا ان شاء الله 2-3. وهذا الشيء طبعا في المدن المجاوره في حشاون وهذه، لان هذا السد هذا الجبال اللي دايره به كاملين كيخوف هذا السد. فربما غادي يحاولوا ضروري انهم يعملوا شي طلقه هذه العشيه هذه. فاكيد ديك الساعه ما نقدروش نبقاو واقفين هنايا، فضروري خصنا ننسحبوا. اذا قبل هذا البث المباشر كان بث مباشر اخر من امام محطه طرقيه بالقصر الكبير. شفنا مبادرات صراحه الله انسانيه، ان جمعيه يلا نتعاونوا وفرات وسائل النقل بشكل مجاني. مدينه طنجة، الرباط، قنيطره، مدينه العرائش اذا بشكل مجاني وفروا لهم ترونسبور. كذلك شفنا مبادرات اخرى ديال الناس كيجيبوا الماكله باش يعطيوها لديك المسافرين اللي عايسافروا. اذا هذه هي الاجواء مباشره من مدينه قصر الكبير. اغلب الاحياء اللي جينا منها كامله مغلوقه، بحال هكا نقولوا مدينه ديال الاشباح، يعني الكل سافر. كتشوفوا كيفاش واحد السكات رهيب. تقريبا واحد اليومين ولا 3 ايام باش كنا جينا هنايا، فكان هذا المكان هذا عامر بزاف بالناس، واحد كلشي كيبغي يخرج العائلات. دابا كتشوفوا الامور سكات لان كلشي خرج، كلشي غادر هاد المنطقه هذه. اذا نحاولوا شويه نتقدموا قدام هاد المحطه ديال الوقود. هاد المحطه ديال الوقود مشات كامله، الوقود ديالها كامل مشى تقريبا واحد 3 ايام. كنا هنايا كنتخلط مع الماء. اذا حاليا لحد الساعه باقي ما طلقوش السد، فضروري غادي يحاولوا انهم يطلقوا السد. اذا كيف ما قلنا حاليا المنسوب ديال المياه تراجع، لان الشتا تبارك الله اليوم ما كايناش. كذلك بحر بحال اللي كنقولوا حنايا بحر طاح، يعني بدا كيستقبل الماء ديال الواد. فهاد الشيء هذا كامل ساهم في ان الماء يتراجع، المنسوب ديال المياه تراجع بواحد الشكل كبير. كيف ما قلنا لكم هذا هو الشارع الرئيسي، هذه هي الطريق الرئيسيه اللي كتدخل من العرايش دايركت من قصر كبير. القصر الكبير حاليا الناس اللي كتسقسي على قصر الكبير اغلب الشوارع ديالو مغلوقين، ومدينه اشباح، لان ما بقى فيها حتى شي واحد. كلشي غادر. اذا انتم كتشوفوا امامكم كلشي خلى المنازل ديالو وغادر طبعا. معاونكم الله يسركم امور. اذا باقي الكل كيبذل مجهودات كبيره باش يحاولوا يتاكدوا واش كاين ناس باقي في وسط المنازل ديالهم. قبل قليل القوات المسلحه الملكيه يحاولوا ينزلوا واحد القارب ديالهم باش يحاولوا يدخلوا به. اذا نزلوه حاليا امامكم، هما نزلوه.
اذا يحاولوا يدخلوا باش يتاكدوا واش باقي شي مواطنين داخل المنازل ديالهم، لان صعيب كاين اللي ما كيبغيش يخرج من الدار. راه الله يقدر يبان لك قرار سهل، ولكن راه الله قرار صعيب الواحد يتاخذوه. كتخرج من المنزل ديالك وما عارفش فين غادي تمشي، لا اله الا الله. اذا هذه هي الطريق إذا كيف ما قلنا أمامنا المسجد، كذلك المحكمة اللي غمرات المياه. إذا عناصر الوقاية المدنية باقي متواجدين طبعا في نفس الشارع يحاولوا. إذا كاين سيارات اللي كيغامروا يدخلوا صراحة الله. شوفوا المحتلين طالع هنايا. شنو غرقة اش واحد كيصور الدرون، دخل من الوسط واجي. اذا كيف ما قلنا اغلب الاحياء اللي هنايا في مدينه القصر الكبير خاويه فارغه. دوزنا منها، تم الاغلاق ديال عدد من الازقه بالحواجز الحديديه. اذا امامكم عناصر الوقايه المدنيه يحاولوا يدخلوا لداخل الاحياء، يشوفوا الناس اللي باقي خصهم يخرجوا. إذا الآن قوات مسلحة الملكية كذلك يحاولوا يعملوا شي دخلة، يشوفوا واش باقي كاين المواطنين الداخل اللي يحاولوا يخرجوهم. إذا مباشرة في هذه الأثناء تم إنزال القارب من أجل الدخول. اذا كيف ما شفتوا الناس ما بقاوش بزاف كيخرجوا، لان ما بقاوش الناس في هذه البلاصه اللي حنا متواجدين فيها. كيف ما قلنا هنايا كانوا العناصر ديال الوقايه المدنيه كيخرجوا الناس بالقوارب ديالهم، فحاليا ما كايناش. مدينه رجعت مهجوره. اذا امامكم هذه العماره حتى شي واحد ما فيها، كذلك هذه المحطه ديال الوقود اصبحت مهجوره. اذا نتمنوا من الله كل خير. اكيد غادي يرتفع المنسوب ديال المياه، فنحاولوا ما امكن نغادروا قبل ما يرتفع المنسوب ديال المياه طبعا. اذا هذه هي المكان اللي واقفين فيه صراحه الله باقي فيه واحد الريحه ديال الوقود اللي قويه صراحه، اللي مجه من هاد المحطه اللي امامكم. اللي الله يعوض مولاها خير، لان اكيد غتكون خسائر كبيره، لان مشالو الوقود طبعا كميه كبيره. اذا كيف ما قلنا امامكم مباشره كاين الوقايه المدنيه، حاولوا يدخلوا الاحياء اللي لداخل باش يحاولوا يخرجوا المواطنين اللي باقي. اذا هذه هي مدينه القصر الكبير. واحد السكات رهيب يا عمو الماك. إذن نعيد أن مبادرة
انسانيه رائعه وراقيه طبعا من جمعيه يلا نتعاونوا من مدينه طنجة. عملنا مبادره في المستوى طبعا، وهذا الشيء اللي معروف علينا حنايا دائما. كيوفروا النقل بشكل مجاني، اكثر من 250 حافله اللي انطلقات، وباقي العدد في التزايد طبعا وفي ارتفاع. اذا حاليا باقي كيوفروا وسائل نقل باش الناس اللي باغيين يخرجوا يغادروا. راه حاليا باقي امام محطه القطار ترونسبور بشكل مجاني طبعا. اذا حنا الان مباشره من مدينه القصر الكبير. الان في هذه الاثناء متواجدين في الطريق الرابطه ما بين القصر الكبير ومدينه العرائش اللي استقطعت طبعا. قلنا المنسوب ديال المياه تراجع، ولكن هذا ما كيعنيش ان الامور رجعت بحال كنقولوا الى مجاريها. لا، باقي غادي يطلقوا السد، يعني باقي غادي يرتفع المنسوب ديال المياه استعدادا للغد اللي ما عارفينش الى صدقات ديك التوقعات فتكون الامطار كبيره بزاف. اذا مشاهدي موقع طنجاوي نحاولوا نرافقوا، غنحاولوا ننهيو هذا البث المباشر ونتلاقاو في بث مباشر اخر ان شاء الله. اذا نعيد، ماشي المعنى ديال ان النسبه ديال المنسوب ديال المياه تراجع بان الامور راه مزيان. هذا الحي هذا حي اللي جا كامل في الطريق ديال الواد، واد لوكوس. اذا باقي غادي يعمر بالماء، بزاف. فماشي معناه باللي راه المنسوب ديال المياه تراجع اذا الامور راه مزيان. لا، ربما يطلقوا في العشيه، فما تقدرش تزيد ترجع من هذا المكان هذا. اذا غنهيو هذا البث المباشر، غنتلاقاو في بث مباشر اخر ان شاء الله. اي جديد، احنا لازلنا هنا في مدينه القصر الكبير. اي جديد غادي نشروه طبعا. اذا راه نطلبوا من الله خير، دائما نطلبوا من الله خير. نعيد، غالبا المدخل ديال طريق خراشفات كانوا عناصر الدرك الملكي تما غالبا غادي يقطعوه وغادي يصعبوا من الناس اللي باغيين يدخلوا القصر الكبير. كذلك قلنا كاين وسائل ديال النقل بشكل مجاني امام محطه طرقيه الان حاليا في اتجاه العرايش طنجه والرباط. جمعيه يلا نتعاونوا موفرها بشكل مجاني.